من بعض التجار الغشاشين. بقول تاني، بعض التجار الغشاشين في مرحلة غش العسل. الكلام اللي هقوله ده محدش على مستوى الوطن العربي قاله بالكامل، وعايزك تشد الحزام وتسمع، تجيب لك كوباية قهوة وتسمع الثلاث دقايق الجايين، لأن هيبقى فيهم ضرب نار للناس كلها. الفيديو ده من الآخر هيكشف لك إزاي بيتم تصنيع عسل مخلق بالبني ادمين لا يمت للطبيعي بصله بتكلفه اقل من 10% من تكلفه العسل الطبيعي. تعال اوريك اللي عمرك ما هتشوفه. جماعه الخير، الفيديو ده للتوعيه فقط، وانا ابرئ ذمتي امام الله ان اي حد هيجرب العسل ده، انا بعلمكم الكلام ده وبوريكم الكلام ده عشان تبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل في مجال العسل على مستوى الوطن العربي من بعض مش كل الناس تجار العسل. بص كده معايا، هنقول بسم الله. ايه ده بقى؟ تعال اوريك ايه ده. عايزك تركز في كل حركة هعملها في الفيديو ده، من ناحية لزوجة العسل، ريحة العسل، القوام بتاعه. بص بص بص، شايف؟ اي حد هيشوف ده هيقول ان ده عسل طبيعي. طب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن مادة غذائية، أنا مش هقول اسمها عشان بعض الناس ما تعملش التجربة دي وتغش الناس، بس دي مادة غذائية بتتاكل، ليها نفس قوام تقريبا لزوجة العسل الطبيعي. زي ما احنا شايفين هو تقيل. أنا دلوقتي هطلع لك بقدرة قادر نفس لون العسل الطبيعي. بص كده، ركز معايا وأنا بفضي البرطمان. نقول بسم الله. المادة دي يا جماعة بتستخدم في الأكل عادي خالص، زي ما انتوا شايفين كثافتها بتنزل أنابيب نفس العسل الطبيعي بالظبط. كل اللي ناقص لها شوية حاجات هنضيفهم دلوقتي على الخلطة دي، وهيطلع لك أحلى عسل ممكن تشوفه من ناحية الطعم ومن ناحية الريحة ومن ناحية اللزوجة. ادي العسل لونه شفاف عامل زي لون الجل بالظبط. العسل ده دلوقتي محتاج بس لون ونكهة العسل. دي علبة ألوان فيها كل الألوان اللي ممكن تتخيلها. عايز تعمل عسل أحمر، عايز تعمل عسل أصفر، عايز تعمل عسل برتقاني، عايز تعمل عسل أزرق، كل ده هتعمله بنقطة واحدة بس. انتوا متخيلين احنا وصلنا لغاية فين؟ تعالى وليكن مثلا فرضا جدلا هنختار اللون الأصفر وهنضيفه، أو هنضيف شوية منه مش كله، لأن النقط دي بتبقى عاملة زي دروبس. طبعا الحاجة دي لما بتيجي تضيفها المفروض ان هي بيتم اضافتها بمقادير معينة. وليكن مثلا انا حطيت نقطة 2 3 4 4 نقط بالظبط. هخلط كده، اقول بسم الله. حد شايف حاجة؟ شايفين اللون بقى عامل ازاي يا جماعة؟ ولسه مع الخلط كل القوام هيبقى متجانس، كل اللون هيبقى نفس الشكل، نفس خواص العسل. العسل لزوجته تقيلة بينزل على بعضه في شكل اسطواني، شكل العسل الطبيعي بالظبط، بس الفرق ان هو فيه بعض الفقاعات دي كلها شكل هواء. لما تسيبها فترة الهواء ده هيطلع واحدة واحدة على السطح، يبان لك شكل العسل بس. تمام؟ انا ممكن اجود في الموضوع. ازاي؟ انا دلوقتي عملت عسل لونه اصفر، واقدر اقول لك ان العسل ده النحل بيتغذى على الاكاسيا وبيجي من زهور الاكاسيا، بس ناقص له النكهه بتاعته بتلات ابيض من اي عطار. نكهه العسل هحطها وهيطلع عسل اكاسيا بعد ما اسيبه شويه يطلع الفقاعات دي. طبعا اللون بدا يحمر معاك، والموضوع بيبقى ترتيب الوان اكتر، انت بتشوف شكل الالوان اكتر. شايف؟ انا كده عملت بكل بساطة عسل لونه محمر شوية، لونه برتقاني. لو عايز اغمق اللون هضيف لون زيادة، لو عايز اغير اللون خالص اخليه شبه الصدر هحط بس نكهة صدر وطعم صدر واتقل اللون شوية، هيطلع لي نفس الصدر بالظبط. دلوقتي يا جماعة انا تقريبا بدأت اظبط حتة الالوان شوية، اللون عندي بدأ يبقى قريب من لون الصدر، محتاج بس شوية تقليب تانيين والعسل هيطلع بالظبط نفس الصدر. بالعكس يكاد يكون القوام بتاعه كمان احسن. محتاج بس كل اللي محتاجه شوية طعم او نكهة، لان المادة الغذائية اللي انا حطيتها دي هي ملهاش طعم، فيها طعم سكر خفيف جدا في اخر الافتر تيست بتاعه. فانا بعد ما حطيت شوية الوان على بعض وصلت تقريبا
نفس شكل العسل. بس طبعا الناس اللي بتغش بتعمل ايه؟ بيبقوا عارفين المقادير لكل ربع كيلو او لكل نص كيلو او لكل كيلو بيحط كام نقطة بالظبط، ويبدأ يطبق ده على الكميات الكبيرة. كل ده عشان يوصل لمرحلة ودرجة من الطعم واللون تبقى شبيهة بالطبيعي بالظبط. وحضرتك وانا واي حد يدعي ان هو عن طريق الطعم ممكن يوصل يعرف اذا كان العسل طبيعي ولا لا، اعرف ان الراجل ده بيضحك عليك. دلوقتي انا ما عنديش طعم او فليفر او ريحة معينة، فهعمل ايه؟ انا ده عسل طبيعي، هحط شوية صغيرين بحيث ان هو يديله نفس الطعم. بص 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 القوام، نفس القوام بالظبط، نفس القوام، فرق بسيط جدا في اللزوجة بتاعة العسل. حلو، انا حطيت كمية صغيرة بس عشان تغير طعم السيرب اللي انا حاطه يبقى شبيه شوية بالعسل، بحيث ان اللي يدوقه ما يقدرش يفرق ما بينه وما بين العسل الطبيعي. دلوقتي يا جماعة جت لحظة التجربة وكشف المستور. انا هاخد شويه من العسل الطبيعي عشان حتى اللي هيدوق ما يلاحظش فرق اللون قوي. طبعا هو في فرق في اللون بس اللزوجه تقريبا واحد، تمام، والطعم تقريبا مختلف. وهنختار اي واحد يجرب النوعين دول ويقول لي رايهم في ايه، في فرق في الطعم ولا لا. بس خلينا نشوف. يا عيد تعال، عايز اوريك حاجه. بص يا اسطى، عايزك تركز معايا. دوق العسل ده ودوق العسل ده، شوف في فرق ما بين الاتنين في الطعم ولا لا، في اللزوجه، في الحاجات بتاعه العسل.